السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا إخواني وأخواتي في الله متابعين قناة صدقة جارية رمضان خشاب في فيديو جديد. حياكم الله وإياكم وأهلا وسهلا بحضراتكم. بداية برحب بكل متابعين قناتي وكل مشتركين في قناتي، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ورضي الله عنكم وارضاكم. بداية لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. والفيديو النهارده إن شاء الله لا تهجروا القرآن. أنت هتفضل ورانا يا عم الشيخ رمضان؟ يا عم ما تحل عننا شوية يا عم. سبحان الله العظيم، القرآن أوسق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. ما أحسن هذه الكلمات وما أجمل هذه الكلمات وما أجمل أن تجلس ساعة مع الله، ربع ساعة، نصف ساعة مع الله. وزي ما قلنا قبل كده سبحان الله العظيم، بداية وملخصا لما سبق، يعني تكون دائما مسبق. يعني إيه مسبق؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. يعني مثلا على الاقل زي ما قلنا جزء كل شهر، مش قصه، يعني جزء كل شهر. والله لو قسمته تلت الساعه للجزء كل يوم، كل مثلا وقت 5 دقائق بالضبط، 5 في 4 ب20 على طول، او 5 في 5 ب 25 بالضبط، كل وقت 5 دقائق. جلست كده على سجاده صلاتك، جلست على سجاده صلاتك او جلست على سجاده صلاتك يا اختي، هاتي مصحفي كده على طول وامسكي سبحان الله العظيم اقرأي، ابدأي من اول الشهر. النهارده مثلا النهارده 6، لازم يكون عندي الجزء السابع. طب الجزء السادس لا معلش. انا بتكلم في معادله بسيطه جدا سبحان الله العظيم، يعني وحاجه ممكن الناس يقول لك يعني ايش 6 النهارده 6 و7؟ لا، الحاجه اللي زي كده، عفوا، الحاجه اللي زي كده يعني ده قرآن كريم. ما كنتش مسبق جزء او جزئين ممكن الواحد يتعب شويه، ممكن مثلا يبقى في مشوار، وممكن يكون مثلا عنده ظرف ولا حاجه. سبحان الله العظيم. تمام، نبدأ ان شاء الله باذن الله. من اول ما وقفنا من الجزء السابع نبدأ ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين. ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. هنبدأ إن شاء الله من أول الآية 111 ولو أننا نزلنا الجزء الثامن. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنهم مشركون. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج
منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. إلى هنا انتهينا من هذا الجزء من الفيديو الماتع. لا تهجروا القرآن. جزاكم الله خيرا وحسن الاستماع، رضي الله عنكم وارضاكم، ودمتم في امان الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاشتراك في القناه تشجيعا لنا نستمر نشر مزيد ان شاء الله. السلام عليكم.